السلام عليكم يا جماعة، فيديو جديد معانا بعد 4 سنين قاطع خالص من اليوتيوب. الفيديو ده فيه اخبار حزينة وفيه اخبار حلوة وفي ابديتس وحاجات جديدة. بس الفيديو ده يا جماعة عايز اوضح فيه ان انا وسيلينا انفصلنا عن بعض بقالنا تقريبا 4 سنين، يعني من ساعة ما سبت اليوتيوب تقريبا. وبعد ما سيبنا بعض انا رحت يعني ما كانش ليا مكان انام فيه اصلا، رحت بقى اتعامل مع الناس في الشارع بقى يا جماعه، في مكان. فتعاملت مع واحد باكستاني الله يبارك له، يعني نصب عليا واداني مكان كده من غير عقد اصلا. جه في لحظه كده قام قايل لي لا معلش، اصلا في شركه جايه عايزه تعمل رينوفيشن وتحديث كده للاوضه وكده، فقال لي شوف لك ركنه يعني. فيا عم تسلم. فكان معانا عربيه كده لذيذه قديمه يعني، فكنت ببات فيها بقى. وكان في عز الشتاء يعني سبحان الله، كان درجة الحرارة واصلة لسالب 13 وسالب 17 ويعني وزادت كمان في اخر يومين كده. فبدون تعريف ما كنتش عارف انزل اي فيديوهات خالص على اليوتيوب. اشتغلت ويعني وقفت على رجلي شوية شوية شوية، وبعد كده نزلت مصر. المشكله ان يعني الماديه معانا كانت بايظه خالص، ولكن قلت الحمد لله. يعني الفلوس مش كل حاجه، انت عايد فلوس مش كل حاجه خالص. انت في صحه، في يعني بركه الوالدين وكده والاسره، وطالما العيشه حلوه خلاص. يعني طالما انت فيك صحه انت زي الفل. المشكله بقى ان انا نزلت مصر وقلت بقى ايه، اشوف اهلي وبتاع، بقالي سنتين ما شفتهمش. فيعني يلا يا جماعه ننزل افسحكم اوديكم السخنه كده، دي يوز سريع نتبسط ونمشي. المهم يا جماعه، واحنا واصلين كده وبنشوف البحر كده من فوق من على التله بتاعت السخنه دي، اسمه طريق الجلاله. المهم يعني قدر الله ما شاء فعل، الباص اتقلب وهو بيتقلب قام حك في السور الفاصل ما بين الطريقين، فالسقف بتاع الاتوبيس طار، والناس اللي جوه الاتوبيس طاروا برضو. ماسك في الرباط الصليبي في الركبه، والصباع ده ايا كان اسمه ايه ده برضو جاله قطع في الرباط اللي فيه، ودماغي واخده بتاع 7 سنتي غرز. ظهري جاله انزلاق. فيعني راحت الفلوس وراحت الصحه. ولكن الخبر بقى الحلو في الفيديو ده ان انا اتجوزت. انا اسف عزيزي المتابع، انا فاهم ان انا واخدك من طلاق ودلوقتي بقول لك جواز. انا عارف بس برضو عايزك تحط في دماغك ان ده 3 4 سنين. انا اتجوزت تاني، كانت بقالنا 3 سنين تقريبا مع بعض. الحمد لله علاقه انا شايفها علاقه ناجحه ومستمره، وعلاقه يعني هي هتبقى العلاقه الاخيره بقى خلاص. بقى احنا اتجوزنا مره تجربه كده نشوف فيه ايه، لقيت الجواز لا محتاج تفكير ومحتاج حوار. فدلوقتي اتعلمت من غلطتي، ويا رب افضل متعلم من غلطتي كده وتمام ونخلص على كده. بس انا الحمد لله العلاقه اللي انا فيها علاقه محترمه، علاقه كويسه انا حاببها. واللي انا عايز اوضحها يا جماعه ان العلاقات دايما بتبقى يعني نصيب، والجواز مش بس حب. الجواز برضو عايز يعني الدماغ تبقى ماشيه مع الدماغ، الا هيحصل مشاكل، ولما المشاكل بتحصل الحب بيقل غصب عنك. انت في مشاكل فانت خلاص. يعني مثلا انت لو بتحب واحده مثلا عشان شكلها، فانت اوكي لو دماغها مش راكبه معاك، مسيرك مش هتتماشى مع شكلها. ما هو مش شكل بس، هو شكل ودماغ ومش كده وبس، وكمان مانرز او اخلاق. برضو اخلاق، ما يعني ايه اخلاق؟ مش اللي هو ابقى محترم مثلا، مش بس الاحترام هو الاخلاق. الاخلاق يعني ايه؟ مبادئ. انت عندك مبادئ ولا ما عندكيش مبادئ؟ فالموضوع في الاول وفي الاخر هو نصيب وخبره بتتعلم منها، وتجربه برضو يعني تتعلم من اخطائك اللي انت بتعملها واخطاء اللي قدامك، عشان بعد كده لما تقابل حد جديد تبقى عارف انت عايز ايه. المهم يا جماعه، في ابديتس بقى الجديد يا جماعه، ان انا دلوقتي مش يعني انا هنزل فلوجز وكل حاجه، ولكن الفلوجز بقى اللي تعجبني. بصوا يا جماعه، انا راجل بتاع عربيات بامان. انا احب العربيات، وعلى فكره انا مش خبره يعني، ما بفهمش في كل تفاصيل العربيات على فكره، بس احب العربيات، احب السواقه، احب الجري على قدي برضو. يعني الجري خفيف، يعني مش اللي هم اللي بيعملوها على التيك توك ده في مصر، ده حاجات تانية. بس فانا دلوقتي في العربيه دي بنجربها. مش بتاعتي يا جماعه، مش بتاعتي، عشان بس ما نعملش حادثه تاني. عربيه يعني هي حلوه جدا من جوه، ولكن هعمل عليها ريفيو لذيذ كده هيعجبكم باذن الله. وده المحتوى الجديد اللي انا عايز اقدمه، محتوى العربيات. الريفيوز هو فلوج، ما هو مش مينلي ريفيو، يعني هو فلوج وانا في العربيه ومع اصحابي وبتاع، ونشوف نفحص العربيات سوا وبتاع ونجربها معاكم، بحيث ان انتوا كمان تركبوا معانا العربيات الحلوه دي. ويا جماعه في عربيات يعني دبابات جايه في الفيديوهات اللي جايه، فان شاء الله تتبسطوا معانا في المحتوى الجديد. وادعوا لنا يا جماعه. والفيديو ده كان فيديو النهايه عشان نخلص من الماضي القديم ونبدا حاضر ومستقبل مشرق وجميل. وفي ابديتس تانية هقول لكم عليها بعدين بقى، لان لسه مش وقتها. ان شاء الله في خلال شهرين هتعرفوا كل الجديد وهيبقى اخبار جميله. شكرا جدا لكل الناس اللي ساعدت عليا. وبالمناسبه كنت حابب ارد على كام كومنت كده. الناس كانت بتسال انا فين، على ما اظن الفيديو ده شرح لك انا كنت فين. والتاني كان بيسال سام انت بقيت مسيحي ولا ايه؟
لا والله بص، هو الموضوع ان انا مش مسيحي خالص، انا زي ما انا مسلم والله. ولكن كلمة سام دي انا عشان اسم والدي سامح، فالناس كانت ما بيعرفوش يقولوا عمرو هنا عشان ما عندهمش طبعا حرف العين، فما فيش عمرو ما بيعرفوش يقولوها، فبريح دماغي يا جماعه اسمي سام على طول بس. فالناس كلها بقت تقول لي يا سام، حتى مراتي الجديده بتقول لي يا سام، اهل مراتي نفس الكلام بيدلعوني بيقولوا لي سامبا، ده حوار جديد كده ويعني بس. فالاسم لبس بقى سام وبتاع، فخلاص فسميت التشانل باسم سام يعني، والام او تي دي في الاخر هي علامه لماتر اوف تايم. لان يا جماعه بالخبره اللي انا عشت بيها بصراحه اكتشفت ان كل حاجه في الدنيا هي مجرد وقت، بتمر بظروف صعبه بظروف سهله، كله مجرد وقت. في يوم ممكن تصحى تلاقي كل اللي انت عملته راح، او كل اللي انت ما عملتوش اتحقق، سبحان الله يعني. فهمت ان الزمن هو كل حاجه يعني، النهارده انت بصحتك، بكره انت من ما فيش، فاهم؟ النهارده انت فقير بكره غني، النهارده انت غني بكره انت فقير، ماتر اوف تايم يعني، كل حاجه مجرد وقت فعلا وربنا معانا. اشوفكم على خير والسلام عليكم.